كما قلنا لكم الساعة هذه هي الدرسة اللي تندار في الدجاج فارسي. هذه الدرسة تاع اللحم والفرماج، وعندنا بزاف فيها توابل لي زيبيس حشاوش. هذه هي الطريقة. هذه هي الطريقة تاع الربط، نربطو بها الدجاج. هذيك هاي واجدة الدجاجة تاعنا هكا فارسي بالداند باللحم والفرماج. السلام عليكم، مرحبا بكم من مطعم المردوم. هنا اليوم الجمعة رانا دايرين المردوم ان شاء الله. هذا المردوم دوك نصور لكم واش نديرو فيه لداخل. عندنا بزاف انواع تاع الدجاج مردوم. عندنا الدجاج اللي نديرو فيه هذه الدرسة تاع الروز بالثوم وكاع لي تيبيس، توابل بزاف. عندنا هذه الدرسة تاع الدقيق تاع القمح ونديروه لداخل بالدجاجة. هذه تاع تيشا مرمز تاع القمح اللي نديروها لداخل ثان في الدجاج. هذو الدرسات متبلين مليح، فيهم الثوم البصل الطوماطيش، فيهم لي زيبيس، فيهم الزنجبيل الكركم الزعتر الرغم، يعني كاع فيهم لي زيبيس طبيعية. البهارات الريحة تاعها ما شاء الله، تخرج الدجاجة طيبة من الداخل، طيبة ما شاء الله. نجيبو الدجاجة تاعنا هذه مغسولة ناقية شابة ما شاء الله. من الأحسن يكون دجاج تاع 2 كيلو. ونديرو فيه الحشوة تاع الرز. هذا رز، نعمروها مليح بهذه الطريقة باش تحكم دوشر البنة تاعها، باش تبقى توجور طرية ما تيبسش. بهذه الطريقة. هذه الدجاجة هاي طريقة الغلقة تاعها باش تبقى ما تخرج نفس الدرسة تاعنا. هذه هي الدجاجة تاع المردوم. تجيب المردوم هذه من احسن تكون تاع 2 كيلو هكا باش تطيب مليحة. هذه راهي فيها الدرسة تاع الروز. بعد اللي خدمنا تاع الروز نخدمو درك تاع هذا دقيق تاع السميد تاع القمح. هذا السميد تاع القمح نخلط بالدرسة تاعنا ثان. هذه ما شاء الله هذه مليحة في البرد. هذه الأجداد تاعنا كانوا يديروها في المردوم، كانوا يديروا فيها الدقيق ولا السميد تاع القمح ويخدموه بالدرسة ويحشوا به الدجاج لداخل ويديروه في المردوم، يخرج عنده واحد البنة ما شاء الله. هذه من التراث الجزائري، معروفة من بكري في المردوم تاعنا. كانوا يستعملوا هذا، يستعملوا البرغل، كانوا يستعملوا التيشة تاع المرمز ولا التيشة تاع القمح.
هذا المردوم يخرج فيها ما شاء الله بنين. هذه الدرسه تعطي لها واحد البنه من الداخل، تنحي لها كاع ريحه الدجاج، وتجي في المردوم مطوب على الجمر على الحطب. يعني صدقوني باللي البنه تاع المردوم ما كاش كيما هي. هذا المردوم معرف من بكري. هذه ثاني نغلقوها كيما هكا بنفس الطريقه. هذه دجاجه معمره بالسميده تاع القمح والدرسه من الداخل. نزيدو نجيبو واحده اخرى نزيدو لها الدرسه تاع هذه الدرسه تاع التيشه، تيشه مرمز تجي الداخل ما شاء الله في الدجاجه. هذه ثاني متبله ومعمره، فيها بزاف توابل، فيها الثوم، فيها البصل، فيها طوماطيش، فيها الحشاوش. هذه ثاني تعطي بنه ما شاء الله للدجاج. كل وصفه والبنه تاعها. الوصفه تاع الرز عندها بنه، الوصفه تاع القمح عندها بنه، والوصفه تاع هذه عندها بنه، ومازال عندنا وصفات بزاف. نخدمو حنا ثاني دجاج فارسي اللي وراوها لكم الساعه بالداند والفرماج وباللحم والفرماج. هذه نعمروها ثاني بنفس الطريقه نغرقوها. هذه نفس الطريقة. هذا الفرسي تاع الداند والفرسي تاع اللحم بالفرماج والدرسه لداخل اللي ورينا لكم الصباح. هذو كاع يجوا في المردوم. السلام عليكم. راه واجد المردوم تاعنا اللي كنا نوجدو فيه، دوك نرموه يقعد ساعتين فوق النار فوق الجمر. عندنا الدجاج هذا فارسي باللحم، وعندنا دجاج فارسي بالداند والفرماج، وعندنا هذا الدجاج اللي فارسيناه بالروز الدرسه تاع الروز، وعندنا هذا الدجاج اللي فارسيناه بالدرسه تاع القمح، وعندنا هذا الدجاج اللي فارسيناه بالدرسه تاع التيشه تاع المرمز، وعندنا اللحم ان شاء الله خروف وعنزي. هذا ان شاء الله ذوك ساعتين فوق النار يولي واجد ان شاء الله. كي يرجع يوجد ان شاء الله. هذه هي النار تاعنا راهي واجده. جمر تاع حطب تاع الزيتون بلوط. او هابط الدجاج تاعنا هذا نحطوه في الحفره هذه يطيب ان شاء الله مده تاع ساعتين ونجبدوه ان شاء الله. راك يطيب نرجعوا لكم ان شاء الله. هو ما يتنحاش. واجد المردوم تاعنا اللي صورناه الساعة ضببت الكبيرة. هاي واجد المردومة تاعنا. هاو طاب اللحم، طاب الدجاج، دجاج فارسي طاب ما شاء الله. شو ذيك لاكولير ما شاء الله. الله يبارك. طاب الدجاج تاعنا مرحبا بكم. طلع هاو دجاج فارسي اللي داير حالة بالعقل هاو جبت التعجيل. الله طلع ما شاء الله. الله يبارك. حبس صورني معك. هاو مينا واجد عندنا قاع الدجاج. هذا الفارسي. هذا هما الدجاج انواع تاع الدجاج اللي درنا لكم ساعتين بالروز. كلش راه طايب ما شاء الله. مردوم
مشتريه من السنه ومرحبا بكم.